رجعنا تاني بقى. شايفين الجلاش طالع شكله عامل ازاي؟ طبعا احنا طلعناه عشان نحط ده برضو مش هياخد وقت، ثواني بالكتير ربع ساعه تلاقوا وشه احمر وبقى زي المانجا، هيبقى زي الفل. وكمان احمر معانا وبقى زي الفل برضو. الكوسه هتشوفوها جميله قوي. ما هو قلت لا تقول لي كاني ولا ماني، ده البت غاليه دي ابوها حلواني. شايفين الجمال عامله ازاي؟ حلوه جدا وجميله وزي الفل. نلحق بس نحط دول عشان يطلعوا معانا ان شاء الله. الله، الو فاطمه. الو، اهلا وسهلا. لا مؤاخذه يا حبيبتي، ما تاخذنيش، حقك عليا لو اتاخرت عليك. لا عادي يا ست غالي، انا فرحانه جدا ان انا كلمت حضرتك. وانا فرحانه قوي ان الاكل طلع حلو مش زي الخرشوف. وانا زي حضرتك لما بفرح بزغرط. اللهم صل على النبي. بصي بقى انت زغرطتي، هرفع لك غاليه وهي فرحانه اهي، شايفه؟ ايه رايك في الفكره دي؟ الفكره جميله، واخلي ماما تعملها لي، وعملت لي الباستا فلورا. ايه رايك في الباستا فلورا؟ كانت جميله. بألف هنا وشفا. ربنا يخليكي يا غاليه، يا ست غاليه، كلنا بنحب حضرتك. وانا بحبكم كلكم يا ست الكل. طب خدي، تيتا عايزه تكلمك. ادهاني بس، وطيني بس التلفزيون يا حبيبتي عشان اسمعك كويس. ازيك يا ست غاليه؟ ازيك يا ست الكل؟ عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل. تسلم ايديكي. ان شاء الله تسلمي. ده زغرتة بنتك دي شرحت لي قلبي. ده بنتي. صلاة النبي يا اختي، عز الولد ولد الولد. ايوه ربنا يخلي. ربنا يخليهم لي. عاملين ايه؟ الحمد لله احنا بخير دايما يا رب. ان شاء الله تسلمي. كلمك اهي ام فاطمه. بيتخانقوا ولا ايه؟ بتضحكوا؟ الو ماما مكسوفه. لا خلاها ما تتكسفش يا اختي، ربنا يديم عليكم الفرح. انا عايزه ابعت سلامي لاصحابي كلهم في مدرسه طلائع الصفوه وقرايبي كلهم. سلامك وصل يا ست الكل، وانا ببعت لك احلى سلام وزغرتك الجميله. وادعي لخالتي تتجوز. ان شاء الله تتجوز، وعندنا العرسان كتير اهم. ماشي. هعمل لها الليمون المعصفر واقول لها ايه يا ليمون هات مجنون، بس انا هجيب لها عريس يكون حلو. وادعي لنا بقى يا ست غاليه عشان احنا بنوضب شقه جديده. يا اختي ربنا يفتحها عليكم. شرفتونا وانستونا، واللي عاوز نجي اساعد معاكم اجي. لا شكرا. شرفتينا وانستينا يا قمر. باي. مع الف سلامه. شايفين الكوسه طلعت شكلها عامل ازاي؟ شكلها حلو قوي، وطعمها كمان هيطلع احلى واحلى. وشايفين الجلاش طالع جميل، وبصوا بينفش كده، والبطاطس جواه تنفخ كده ويبقى حلو. يعني شوفوا دول ما كملناش ورقه، يعني ورقه جلاش ب2 جنيه ونص، دي نصها بس. ده بيرمي كتير قوي ومبروك وحلو. دي نصها بس، انتوا شفتوا احنا عندنا النص التاني، يعني حشينا على قد الصينيه ما خدت. يعني في يعمل قد الطبق ده تاني، والورقه ب2 جنيه ونص، ومحشيه يا دوبك بطاطس وفلفل وشويه لحمه صغيرين. لو مش عاوزه تحشيها لحمه ممكن تحطي بدل اللحمه طماطم او جبنه بيضه او اي حاجه، طبعا تقدري تصنفي زي ما انت عاوزه. وحبه البركه عليه زي الفل وجميله ازاي وحلو. بس في حاجه، وانت بتدهني وشه بيض حرصي ان البيض ما ينزلش في الجناب او ينزل في القعر. لو نزل في القعر هيلزق ومش هيطلع منك. لازم يا دوبك تدهني كده دهنه خفيفه عشان حبه البركه دي تمسك فيه ويبقى طالع شكله حلو. بس ادي كل الموضوع سهل وبسيط وزي الفل.
يا ست نوره. الو، ازيك يا نوره يا نواره؟ الحمد لله. انا بحبك قوي يا ست غاليه. وانا بحبك قوي يا نوره يا بنوره. انا ماما عملت لي البطاطس بتاعتك. يا حبيبه قلبي، انت شفتي الصوره بتاعتي وانا زعلانه وشفتيها وانا فرحانه؟ ايه رايك فيهم؟ الهين احلى، الهين اللي عجباكي انت فرحانه. انا هبعت لك من اللي انا فرحانه فيهم. ماشي. ولو عاوزه تطبعيها خشي على الصفحه بتاعتي وطبعيها من على الفيسبوك. حاضر، انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي. سلام يا حبيبتي. الو، سلام يا قمر. انت قفلتي؟ بحسبك لسه معايا، كان نفسي تفضلي معايا يا اموره. مع الف سلامه. اهم حاجه الست الكل اللي كانت طالبه مننا الزبادي الحلقه اللي فاتت، انا ان شاء الله هعمله لكم. بس في معلومه عاوزه اقول لكم عليها، هي كانت طالبه زبادي بالفواكه. دائما الزبادي اللي هتعمليه في البيت ما ينفعش تخمريه مع فاكهه، ما ينفعش يخمر ويخش فرن ومعاه فاكهه. الفاكهه حطيه عليها طازه، اضربيه فيه طازه، لكن ما ينفعش مبدئيا كده عشان بس نبقى متفقين ان انت تخمري الفاكهه مع الزبادي. اولا الزبادي كله بيبقى احماض، ممكن هيحمض الفاكهه وتيجي تاكليها تبقى حاجه بايظه. فما ينفعش تخمري الفاكهه مع الزبادي اللي انت هتعمليه في البيت. بس انا هعمله لكم برده وهتشوفي طريقته وهقول لك ازاي تحطي عليه الفاكهه فريش كده تبقى طازه وحلوه في قلبيه. يا حاج قدري. ازيك يا ست غاليه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. انت مالكش بقى في الزبادي، ليك في الكوسه والخضار. شفتي الكوسه كترت وحلوت ازاي؟ والله العظيم ام سعد عاملاها، وعامله باميه جنبيها، وعامله رز، والحمد لله. لما شفنا اللحمه يوسف طلعها لنا على الشاشه، فقلنا نطبخ بقى كده ايه على اللحمه اللي عملها لنا يوسف دي. اللي جابها يوسف دي. هو بيبيع الربع كيلو بالدولار ولا بالجنيه؟ ده شفت يوسف هو عامل جزار.